هنخلص من قصة أهلي وزمالك دي إمتى؟ ونتوحد خلف المنتخب بتاعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم فيديو جديد على قناة استاد الأهلي. ما ننساش ندعي لإخواتنا في غزة، اللهم انصرهم يا رب وثبت أقدامهم، اللهم آمين، وانصرهم على عدوك وعدوهم. وندعو لإخواتنا في السودان، وندعو لكل المسلمين في كل مكان، ندعو للعرب في كل مكان. امبارح على قناة أون كابتن سيف زاهر الإعلام المحترم بيدعو إلى منع التعصب وعدم إدخال أهلي وزمالك في قصة المنتخب. طيب يا كابتن سيف زاهر، هل هتبطل تستضيف بندق اللي بيشعل الفتنة ما بين الناس حتى لو مش في برنامجك، ويحاول يمسك نفسه مع انه ما بيمسكش نفسه في برنامجك، على المواقع وعلى البرامج التانية؟ هل هتقول للأعلى للإعلام يمنع ظهور واحد زي الهجاص زي رضا الكنغولي؟ هل هتمنع واحد زي الأصفر الكذاب؟ من اللي خلى الفتنة بين أهلي وزمالك؟ مين؟ ما هو الإعلام. الإعلام هو مرآة الشعوب، هو اللي بيوجه الشعوب. عايز توجه الشعوب للتعصب وللعنصرية وللأشياء دي، من الإعلام. عايز توجه الشعوب للأخلاق العالية والاحترام المتبادل والمنافسة في الملعب، برضو الإعلام. فهل يا كابتن سيف زاهر هتقول للأعلى للإعلام ولا تناقش الأعلى للإعلام في منع ظهور مثل هذه الأشكال؟ وأنا بقولهم لك بالاسم: رضا الهجاص، الأصفر الكذاب، اسمه بسبس ولا أسقس، الدغديغي، مين تاني؟ عايز تضيف أي حد معاهم ضيف. كل من بيثير الفتنة ما بين الفتنة والتعصب ما بين الأهلي والزمالك وما بين الأندية وبعضها. مين اللي أثار فتنة بين الأهلي والإسماعيلي، جمهور الإسماعيلي، بين الأهلي والمصري؟ مين؟ ما هو الإعلام. هو الأشكال دي. هو الأهلي كان عمره في مشاكل ما بينه وبين الإسماعيلي؟ نشروا الفتنة ما بين الأهلي والإسماعيلي بالكذب. فلحد إمتى؟ لحد إمتى هيفضل النادي الأهلي متفرج وبيحصل فيه كل اللي بيحصل ده فيه وفي جماهيره من كذب وافتراء على النادي وعلى ماتشاته وعلى مبارياته، وعلى اذا كان بنظالم تحكيمي يعكسوا الايه، يخلوا هو اللي واخد حقه تحكيميا وما اتظلمش وما تعرضش لظلم. كذب عينك. امتى هتوقفوا الناس دي عند حدودها؟ امتى هتمنع واحد زي الهجاص ده يطلع يتكلم عن ضربة جزاء؟ هي ضربة جزاء، هو بيحكم بعينيه وبيحكم بنفسه، حتى مش بيحكم ويسكت، ده بيحكم بيقول انتوا جمهور اسمه اتحاد كوره، لجنة مسابقات، تحكيم، ان كل دول ادوا الماتش للاهلي في مباريات الاهلي. اكتر المباريات دي الاهلي مظلوم فيها. هل هتمنعه؟ هل هتمنع انه انت طالما جاهل ما تتكلمش؟ طالما ما تعرفش ما تتكلمش؟ ما تعملش. هما بيلعبوا على جمهور الزمالك. جمهور الزمالك عنده عاطفة عالية شوية، وهو ده اللي مخليه ورا. يعني جمهور الزمالك العاطفة بتاعته عفوا يعني دي عالية شوية، حتى ان يطلع لعيب ملوش اي تاريخ يقولوا عليه ده هو اللي عامل، هو اللي مسوي. لا، هو بيجيب لهم بطولات ولا هو بيعمل لهم اي حاجة، بس مجرد بس ان هو ضرب على الوتر الحساس. فالامتى احنا هنفضل في الفتنة اللي شغالة دي؟ وانت بتستضيفهم يا كابتن سيف، بتستضيف الجهلة دول. وافكرك يوم ما استضفت بندق وكلمك على موضوع انه الاهلي يبعت اللعيبه بتاعته فوق السن المنتخب الاولمبي، انت نفسك كنت قاعد مستغرب منه ومن جهله ومش مقتنع باللي هو بيقوله. ارجع للحلقه دي يا كابتن سيف. لحد امتى تفضلوا تصيروا الفتنه والتعصب ما بين الجمهور وبعضه؟ الاول كان المنافسه داخل الملعب، نطلع انا وصاحبي الزملكاوي، هو يحفل عليا انا احفل عليه كلمتين وخلاص ونضحك مع بعض وانتهى الموضوع. انما دلوقتي الموضوع دخل في كراهيه، ودخل انا قاعد بكره الاهلي بس المهم الاهلي يتغلب، اشجع اي فريق بيلعب الاهلي. بسبب مين؟ كذب على الاهلي طول الوقت. 24 ساعه قنوات شغاله، 24 ساعه برامج ورا برامج كذب على النادي الاهلي. واذا النادي الاهلي يعني كوره فيها شك يطلع يطنطن عليها ليل نهار الهجاص او الكذاب اللي معاه ولا الاصفر. انما لو الاهلي مظلوم في كوره ما حدش فيهم يعلق ولا واحد يفتح بقه. عديها طالما الاهلي، عديها يا عم عادي، يعني ايه المشكله؟ ما حدش فيهم علق على ماتش البنك الاهلي اللي فات. انا تعليقا على اللي بيحصل في ماتش البنك الاهلي الحالي. فرساله لك يا كابتن سيف زاهر، اذا كنتوا عايزين تمنعوا التعصب وترجعوا ويرجع الجماهير في بينهم ود ومحبه ومنافسه بس داخل الملعب، امنع قصه التعصب دي، امنع الاشكال الجهله دي تطلع على شاشات الاعلام. لحد امتى هنفضل في الوضع ده؟
لحد امتى الاهلي هيفضل يتعرض للي بيحصل فيه ده؟ الاهلي اللي مشرف مصر انتوا بتبخسوا بيه الارض، بتنزلوه في الارض، انتوا بس اللي ناكرين قيمه الاهلي. فيا كابتن سيف زاهر يعني كلامك على الشاشه محترم وجميل، بس انت عملت ايه؟ ده انت بتستضيف الكذاب وبتستضيف اسمه بوند وبتستضيف ده وبتستضيف ده. مين دول؟ انا استضيف راجل بيحلل فني، انت ما بتقوليش هم دول اللي ظاهرين على الاعلام، لا انت استضيف واحد يحلل فني، يتكلم فني. انت لاعب كره قدم اتكلم فني، مش قاعد تكلم لي ده بيطبخوا الدوري للاهلي، بيطبخوا الدوري. لا يا حبيبي، الاهلي خد الدوري بمجهوده وبمجهود لاعيبته. واذا كانش في عقوبات للحكام وللمدربين اللي تطلع، الحكام اللي تخطئ والمدربين اللي تطلع تتكلم في كوره ضرب الجزاء ولا مش ضرب الجزاء، ويطلع يتكلم على التحكيم، في بره ما كانش حد يقدر يتكلم فيهم. وانا بتكلم هنا عن اللي هو مدرب سيراميكا ومدرب البنك الاهلي، كل واحد فيهم اللي كان شغال في الامارات واللي كان شغال في المغرب ما يقدرش يفتح بقه. ليه هنا الاهلي سهل ان كله يضرب فيه؟ ليه عايزين تفشلوا الاهلي؟ عشان احنا فشله، كلنا فشله، ففي واحد ناجح، الاهلي ناجح فوق، فيلا نشد كلنا الاهلي نجيبه تحت. ليه كده؟ احنا مبسوطين بالمنتخب عشان نرجع لحته المتعصب الاهلاوي ومش متعصب اهلاوي. مفيش متعصب اهلاوي، انتوا اللي خلقتوا الفتنه دي، وانتوا اللي خليتوا فيه متعصب اهلاوي. على فكره احنا اكتر جمهور ما عندوش تعصب، جمهور الاهلي. احنا عينينا مع فرقتنا، عايزين فرقتنا تكسب وفرقتنا تلعب. ولما بنلوم لاعيبتنا وبنلوم فرقتنا وبنلوم مجلس الاداره، ما بنلومش حد تاني. ما يطلع شويه سفله يتكلموا يقول لك شياط ومشياط. شياط مين يا ابني؟ شياط مين يا ابني؟ احنا مكتسحين كل البطولات. احنا عندنا شياط في ايه؟ ولا نشيط من ايه؟ اذا كنت عايز تعالج الاعلام يا كابتن سيف زاهر، ادينا قلنا لك على تعالج الاعلام ازاي. لان انت بتروح تستضيف الناس دي. هنفضل لحد امتى في المعجنه دي؟ هيفضل الاهلي لحد امتى في المعجنه دي؟ تستنوا الاهلي لما يفوز بره ويعمل ماتشات حلوه بره تطلعوا يا سلام على المقدمات الجميله. طب يا اخي حافظوا على النادي ده، حافظوا على النادي الناجح اللي رافع اسمكم ده. انما لما بيصيرش الفتنه، احنا عارفين مين اللي بيصير الفتنه، كلها معلومات. اذا انت كنت هتطلع تتكلم في ظلم ولا مش ظلم، اتكلم بمعلومات دقيقه، انما ما تطلعش تكتب على الناس. شوف الدغديغ اللي عامل صفحته بس على قد الكذب على الاهلي. يا كابتن سيف زاهر، انا اذا كنت عايز تعالج الفتنه وتعالج التعصب، وعالج اللي بقول لك عليه، حطوا قوانين. محدش يطلع يتكلم على شاشات التلفزيون، اطلع اتكلم على المواقع، انت ما اتكلم براحتك. انما تنشر التعصب على شاشات التلفزيون يعني حاجه مسخره اللي احنا فيه ده. رضا الهجاص كل ما الاهلي يفوز ماتش بيموت، كل ما يفوز ماتش تلاقي عروق متنفخه كده، حاجه صعبه يا جماعه. وكلهم كذابين، والله كلهم كذابين. حتى ما حدش فيهم بيطلع مثلا يكتشف ان هو كذاب، يطلع مثلا يعتذر او يقول للناس، يطلع بيان او يطلع على الحلقه اللي بعدها يعتذر للنادي الاهلي او يعتذر للناس، للجمهور اللي سمعوا. انما الكذب على النادي الاهلي ما فيش حساب ولا رابط. زي ما قلت لحضراتكم بالنسبه للمنتخب، يعني احنا مبسوطين جدا وسعداء جدا بالانجاز اللي هم وصلوا له، حاجه مشرفه. كلهم لعيبه رجاله، زيزو لاعب راجل، وحمزه علاء وكل اللعيبه، النني، كلهم لعيبه رجاله. وزيزو على فكره من اللعيبه يا جماعه اللي انا بحبها. انا اهلاوي بس زيزو من اللعيبه اللي انا بحبها وبحترمها، لانه لاعب تصريحاته موزونه، لاعب مؤدب، اخلاقه محترمه، لاعب في الملعب ما فيش شغب، ما فيش الحاجات اللي بنحصلها الحاجات اللي بنشوفها من لعيبه تانية. اللي مش عارف يحارب الاهلي في الملعب، زي ما احنا عارفين ان لو من العالم الثانيه مش عارف يحارب الاهلي في الملعب، بيطلع يحارب بره الملعب. فاحنا بنشكر لعيبه المنتخب وبندعي لهم ربنا يا رب يعني يكملها باذن الله باي ميداليه من ميداليات دوره الالعاب الاولمبيه.